صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. واسمحوا لي أن أحيي مصر رئيسا وعلماء وشعبا. ها هي مصر ها هي مصر التي جاءت اليوم لتنصر الشعب السوري المظلوم المقهور. فوالله الذي لا إله غيره، إن من يرى هذه المشاهد البشعة من ذبح وسفك للدماء وتمزيق للأشلاء ولا يحترق قلبه على هذا الواقع، فعليه أن يسأل الله أن يرزقه قلبا، فإنه لا قلب له. هذا الواقع الأليم حرك مصر رئاسة وعلماء وشعبا ليقولوا من أرض مصر الطاهرة ومن أرض مصر الطيبة للشعب السوري: مصر معكم ولن تترككم بإذن الله جل وعلا. فها هي مصر تحتضن اليوم هذا المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس وجمع من العلماء. ومنذ يومين اثنين فقط احتضنت أرض مصر الطاهرة مؤتمرا لعلماء الأمة حضر فيه ما يقرب من 500 عالم ينتسبون إلى أكثر من 70 هيئة ومنظمة ورابطة، وقد أفتوا هؤلاء العلماء واتفقوا على أن الجهاد واجب بالنفس والمال والسلاح. كل على حسب استطاعته، فجهاد الدفع الآن عن الدماء والأعراض واجب عيني على الشعب السوري وواجب كفائي على المسلمين في أرجاء الأرض. هذا ما ندين به لرب السماء والأرض.